نكمل لكم اخوتي الجزء الثاني. مني توفى الجد ديالي، الجد ديال الاب ديالي، حنا جالسين مدة شهر. امي مسكينة وهي معذبة ومحنة مع جدي، وكتبقى سهرانة معاه، ومرض واحد المرضى طويلة وبقات معذبة معاه ومعذبة مع تمارة هكا وتصبين. ما كان لا ماكينه الصابون لا والو، ما حلتي تصبن لهادو ولا تصبن لعيالات عمامي ولا تصبن لعماتي وولادهم ولا تصبن لينا حنايا كنا صغار. احنا 4 الخوت صغار، احنا غير البنات. ومسكينه بقات هكاك تتوفى جدي الله يرحمه ويرحم الجميع. مني توفى مدة شهر طلع عندنا عمي، هذاك اللي مسيطر علينا وكيضربنا وكيتعدى علينا. ودابا نعاود لكم القصة ديالنا حنايا الدريات. دابا يا مني طلع الام ديالي عندنا واحد البوطه صغيره كتعمر لينا في اتاي مع الصباح، وهذاك الماء كيطيب تا ولا السبوله، وحنا ساكنين في بيت ومجموعين حتى كنتسناو ميمتنا تتعمر لينا داك كويساتي ونفطروا. تهز داك دخل علينا وهز داك المقراج وسلق لامي ظهر ديالها حتى اللحمه هكا هبطات مدليه. من بعد تخلعنا كنغوتو، قال لي نوض قاعد الخوه، اعطيني الساروت قد ما جلستي في الحانوت نجلس فيه انا. قبل ما يموت جدي الله يرحمه قال ليهم خوكم ما عندوش ما يوكل وليداتو، خلوا لي الحانوت، نتوما مسك عليكم الله، هو خلوا لي داك الحوينيت ياكل منه يشرب منه على وليداتو. قالوا لي صافي با. خدا الساروت الاب ديالي مسكين الله يرحمه، هو يقول راه خويا غير مقطوع غيتفش يجيب لي الساروت. با مات هو غير بالفقس او بالغديد خوتي. صافي بحال هكا فات السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه با غير جالس ما صبنا من ناكلو. السيمانه الثالثه والو، والحانوت كيعمرو خوتي بهداك الشيء ديال القديم، راه ماشي شي حانوت ديال تبقاليت ولا كيبيع مسكين هذاك الحوايج القدام برارد القدام، هذاك الشيء القديم بحال صحاب الجوطيه. صافي بحال هكا ويطلع عندنا واحد عمتي وهي تقول لي شوف اخويا حنا عندي الكريدي، خوتك عندهم الكريدي، عندنا مسؤوليه نبيعوا الحانوت ورزقك تاخذوا اخويا، رزقك تاخذوا اخويا ونزيدوك عليه وناخذوا لك الحانوت في بلاصه اللي يكون فيها الناس ونعمروه لك بالماعن جداد ولا نعمروه لك باللي بغيتي ونتعاونوا معك حنا خوتك ندغوك وما نسرطوكش. دابا خويا بغيناك دير معنا واحد الحل، غدير لينا الوكاله، وانا خويا كنقري خدامه كل واحد فهمه، غنكلفو خونا الاخر ومن غيبيع راه غيقسم علينا. قال لها اللي بغيتي اختي، دار ليا وكاله عامه، باعوا الحانوت ب 38 مليون ما عطاوش لبا، وبا مسكين هو تصدم. شد داك الوكاله العامه باعوا بها البلادات بالملاير اخوتي، قاطعين علينا الماء والضو. 30 عام العمر ديالي وحنا لا ما لا ضو. الجيران عمي كيقول لهم ما تعطيهمش الماء، والله علي العظيم تا هاد القصه بصح حتى حد ما كيبغي يعطينا الماء. الجيران كيقول لك لا خوتي نخافوا عمكم خيب، لا ما نعطيوكمش، نتوما عندكم مسألة عائلية ما يمكنش. الدرب اللوراني هو اللي كيعطينا، لا بغينا نصبنو كنمشيو حتى لواحد الكاريان حدا البحر
وكنجيو ساردين البالز ديالنا كلهم تهرسوا من الرويض نعمرهم بحوايج ساردين ونجيو وخا هكاك نقولوا الحمد لله. حنا خوتي تزوجنا على قبل التلفازه، عمرك شي واحد كيتزوج عنده 15 عام؟ علاش؟ على قبل باش يعود يتفرج ويعود حتى هو عنده الماء باش يعوم، وباش حتى حنا نحسوا بالانسانيه بحالنا بحال البشر. وبقينا صابرين اخوتي، وبايا كل عصا امي تاكل العصا وحنا ناكلوا العصا. مني صافي باعوا لينا داك الحوينيت اللي كان با كيجيب لينا منه اللي قسم الله، وليت كنخرج انا واختي ونمشي للمارشي ديال الخضره ونجلس حتى تخوى الكروسه كامله ونلقط كاع داك الخضره اللي طايحه في الارض والخضره اللاويه ونعمر دارنا قفه ونجيبها ليهم، ونجيب هذاك الديسي الخامج نجيبو الوالديه. وبقينا على هكا وعمي عرفينا ويضربنا، لا هو ولا عمي الاخر خلينا لهم الله. ودرنا الدار في المحكمه وضرب عمي ضرب الاب ديالي، ومشينا دعيناهم وقالنا مسألة عائلية، عندكم نزاع تبعي الدوسي للمحكمة. ومن بعد درنا الدار في المحكمة وما تبعت لا دار لا والو، ما عرفتش داروا بينهم وبين المحامي. وبقينا هكا في العذاب وصابرين حتى الاب ديالي توفى. ومن يتوفى الاب ديالي مشرى ودب بوحدو، ما تبعو حتى حد، ما درنا ليه لا عشاء لا والو، وحنا دابا مازال كنقاسيو. هذا هو مصير العائله ودار الوراثه. حنا بغيناهم يحنوا فينا ونحنوا فيهم، حنا ما عمرنا شافوا العيب ديالنا.